أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مشاهدينا أينما كنتم. الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي حصاد الثورة الإسلامية التي قامت في عام 79 من القرن الماضي بقيادة الإمام الخميني. تلك الثورة التي تداعى لها ساعة قيامها العالم الإسلامي بشيعته وسنته لدعمها وتأييدها. بعد 30 عاما تبدو الجمهورية الإسلامية في إيران قوية باقتصادها وقوية بسلاحها وقوية بمشروعها النووي، لكنها بدت في الفترة الأخيرة عقب الانتخابات الرئاسية هشة الداخل إلى درجة أن البعض خاف عليها من ثورة مخملية كما يقال، كما أن الثورة لم تعد تحظى بذات الدعم الإسلامي والعربي الذي حظيت به قبل 30 عاما. المسلمون السنة في إيران هم أيضا كذلك، كثيرون منهم وقفوا مؤيدين ومؤازرين للثورة في بداياتها، لكن بعضهم اليوم من أشد معارضيها، وبعضهم أيضا يحاربها بالسلاح من قبيل جماعة جند الله التي أعدم 13 من عناصرها في الأيام الماضية. أحد المعارضين وبشدة لنظام الحكم في إيران هو ضيفنا الليلة السيد عبد الرحيم ملا زاد البلوشي، وهو مؤسس رابطة أهل السنة في إيران. نستضيفه الليلة لنسأله عن إيران الماضي والحاضر وحال المسلمين السنة هناك بين عهدين. بوضوح إذا نسأل الليلة السيد عبد الرحيم ملا زاد البلوشي المعروف بأبو منتصر البلوشي، وبوضوح وصراحة نرجو أن تريدنا الأجوبة من ضيفنا وضيفكم. سيد أبو منتصر، مرحبا بك في قناة الحوار. يا مرحبا بكم، حياكم الله. أهلا بك. يعني لو بدأت معك بعجالة حتى نعطي لمن يتابعنا الآن فكرة عن أهل السنة في إيران. كانت إيران كما هو معروف كلها سنية وشيعة، سنأتي على ذلك في خلال هذا الحوار، ولكن بعجالة تعداد أهل السنة الآن، تمركزهم جغرافيا في أي المناطق ووضعهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونتوكل عليه. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إيران كانت دولة سنية ل10 قرون الأولى، ولما كانت دولة سنية كانت نعمة لنفسها وللعالم الإسلامي. علماؤها، أئمتها، مفسروها، مورخوها، محدثوها من خدمة العلم الإسلامي. وإن قلت أقول أن المعجزة التاريخية للثقافة الإيرانية حدثت في العهد الإسلامي ما بالغت، لأننا لم نجد هؤلاء الكوكبة من العلماء في تاريخ إيران إلا في العهد الإسلامي. وكما نعلم بعد القرآن الكريم خدمة العلم الإسلامي معظمهم سنأتي على ذلك سيد عبد المنتصر. يعني خلينا دعنا مع السؤال. نعم. يعني أين أهل السنة يتمركزون الآن بالضبط؟ أنا جاي. ولكن لما تشيعت إيران أصبحت نقمة لنفسها ولغيرها. والآن السنة الباقون في إيران بقايا السنة قبل الصفوية قبل 5 قرون. الآن بعد 5 قرون من الاضطهاد، من القتل، من التشريد، من الاغتيالات، من الهجمة الثقافية الدينية، الآن يتركزون في أطراف إيران ال4: شمالا، جنوبا، غربا وشرقا. وبعضهم في مدن الداخلية كأقليات، يعني مثل طهران وغيرها من المدن. وعددهم الآن تقريبا يشكلون ثلث سكان إيران. ثلث؟ أي تقريبا بين 15 مليون إلى 20 مليون. على كل حال إيران 70 أو ربما تزيد. أي نعم. أي نعم. وهكذا عدد السنة يزيد. هذا العدد الذي أنا أقوله تقريبا قبل 20 سنة، وهذا تخمين أيضا بحد وسط. طبعا الناس يقولوا طهران كما هو معروف كانت سنية طبعا. طهران اسمها كان الري. أي نعم. ومدينة فخر الرازي اليوم لا يوجد فيها مسجد واحد لأهل السنة، مع وجود عشرات الكنائس والكنيسة والمعابد للهندوس وللمجوس ولجميع الطوائف. إلا أهل السنة مع أن عددهم في طهران لوحدها يزيد عدد جميع الأقليات مجتمعة، وما هذا لم يكون مسجدا واحدا لهم. وما هذا الثورة تدندن وحدة إسلامية وخدعت العالم كلها باسم وحدة إسلامية. ولكن المسلمون السنة في إيران معظمهم من أصول عربية أم من أصول عربية، من أصول فارسية. مثلا العرب في خوزستان هم حديثا
اتجهوا إلى السنة وبأعداد وافرة جدا. نعم. وبعد الثورة هم كانوا بالأصل شيعة، امتداد شيعة العراق في الجنوب. وأما الآن بحمد الله كثير منهم اهتدى وترك الرفض والتشيع وهذه الخرافات التي صنعت باسم التشيع. ويجب أن نعلم أن التشيع يسمى زورا بالتشيع، هم ليسوا بالشيعة. بعد ما أقحمت الآراء من أهل الكتاب ومن غير أهل الكتاب لم يبقى التشيع، أي بعد ما أقحمت الإمامة في التشيع لم يبقى التشيع، إنما هو الغلو. ولكن أصول هؤلاء البلوش سنة، الأكراد سنة، التركمان سنة، أي الشيعة بإيران الأكثرية هم الفرس وبعض الأتراك غير التركمان. نعم. يعني حتى إيران أيضا كانت كريمة وجوادة أيضا على العالم الإسلامي بالعديد من العلماء. البعض يعني ربما لا يعرف أنه أبو حامد الغزالي من طوس، من مشهد، من مشهد. أبو حامد الغزالي من مشهد، الرازي من ري، إمام مسلم من نيشابور، ابن ماجه من قزوين. نعم. أي كتب الستة كلهم إيرانيون. أبو داود أيضا، أبو داود من سجستان وبلوشستان محافظتي. نعم. الذي يهدم اليوم قبل عدة أشهر، هدمت آخر مسجد في مش آخر مسجد، إحدى المدارس والمساجد في زابول. نعم. أي ولذا أنا أقول إيران لما كانت دولة سنية كانت نعمة لنفسها ولغيرها، ولما أصبحت بيد العصابات التي تدير التشيع، وهذه العبارة صح، أصبحت نقمة لنفسها ولغيرها، أصبحت على كل حال هذه وجهة نظرك. هذا يعني هو التاريخ ليس وجهة نظري. يعني لمن يجهل التاريخ نعم. كيف تحولت بكلمة واحدة، كيف تحولت إلى شيعية إيران بعدما كانت سنية بالكامل؟ سؤال جميل جدا. أولا انتشر التصوف في إيران قبل التشيع، والتصوف قنطرة التشيع، ثم بعد ذلك بمؤامرة صليبية صفوية في المخالفة وفي حربهم للدولة السنية العثمانية التي وصلت إلى أبواب فرنسا، إيران تشيعت. لولا النصارى والصليبيون لما تشيعت إيران. ولذا كان يقول فرديناند النمساوي بعد ذلك لولا الصفويون في إيران لكنا نقرأ القرآن في أوروبا كالجزائريين. أي أن التشيع أو عصابات التي تدير التشيع هم الذين حالوا بين الإسلام وبين العالم. ولذا اليوم هم يؤدون قروضهم. يقول الرفسنجاني، دقيقة لو تكرم، رفسنجاني وغير الرفسنجاني، لولا إيران لما سقط بغداد وكابول. كيف يقرضون بعضهم؟ قبل عدة قرون فرديناند النمساوي كان يقول لولا الصفويون في إيران لأصبحنا مسلمين. واليوم يقول رفسنجاني وهذه الثورة المسمى زورا إسلامية وليست إسلامية، رافضية بدعية شركية، وإيران أصبح اليوم شركستان وليست إسلام، وهم هربوا آلاف من الشيعة من الإسلام. على كل حال لا أريد أن يتحول هذا النقاش إلى نقاش ديني فكري، يعني لأنه التشيع وهذا هو الأصل، هذا هو نفس الإعلام العربي. بالنسبة للكثير من المسلمين الشيعة هم مذهب خامس من مذاهب هؤلاء ضالون ومضلون ومضللون. الشيعة مذهب خامس. إذا بقي الشيعة، أين الشيعة؟ لا يوجد شيعة اليوم. الشيعة الأصليين هم زيدية. هؤلاء إصابات تدعي التشيع، إصابات باطنية كما منذ عهد عثمان، منذ ما قتلوا سيدنا عمر، منذ قتلوا سيدنا عثمان، بعد ذلك قتلوا سيدنا علي، بعد ذلك قتلوا سيدنا حسين. هم كلهم إصابات التي تديرها الإصابات الخارجة من الكنيسة والكنائس. وهذا الأمر يحتاج إلى حلقات. مع الأسف أين الإعلام العربي للسؤال؟ يعني أنت لا تختلف إذن مع بعض الفتاوى التي صدرت من بعض علماء السعودية، بعضهم يكفر العلماء ويستثني العامة وبعضهم يكفر الجميع. هذا أمر يعني آخر، هذا أمر فقهي أنا أحللها من ناحية سياسية. يعني إذا تخرجهم من ملة المسلمين؟ لا أخرجهم، بل عامة الشيعة أعتبرهم مسلمين. عامة الشيعة بسبب صلاتهم صيامهم وأعتبرهم من المسلمين. علماؤهم الذين لا يعتقدون بختم النبوة من خلال الإمامة، لأنه هو مذهب مكر، حزب سياسي متلبس بلباس التشيع. هؤلاء المراجع لا يعتقدون بختم النبوة. طيب كيف نكفر من يقول عدم ختم النبوة مثل البهائية، ولا نكفر هؤلاء الذين يقولون 12 نبي بعد النبي؟ شيء غريب، 12 نبي بعد النبي واسمهم أئمة واسمهم إمام، والإمامة أعلى من النبوة. ليش؟ لأن يلفوا يدوروا، لأنه حزب سياسي مخادع لا يهمه شيعة وسنة وإسلام وغير إسلام. جاء هذا الحزب، هذه الأحزاب جاء لهدم الإسلام من الداخل، ولذا لا نجد التشيع في تاريخه حارب دينا غير الإسلام.
على كل حال سنعود إلى هذا ربما بشيء من التفصيل خلال هذا الحوار، ولكن أريد أن أعرف المساجد السنية في إيران وفي بلوشستان تحديدا. يعني دائما تشتكون أنتم أهل السنة في إيران بأنه ليس لدينا مساجد، نحارب. هناك يا سيدي كثير من المساجد. أولا وجود السني لا يتعلق بالمساجد. وجود السني كأي شعب، كما أن الشيعة لهم حقوق في بلدان عربية، السنة يجب لكم حقوق في إيران. نعم. علما أن عددهم أكبر عدد بعض الشيعة. ولكن هل يوجد مدينة واحدة في إيران ذات أكثرية شيعية يوجد فيها مسجد؟ مع الأسف بعض العلماء من السنة، بعض الدعاة من السنة على الجزيرة وغير الجزيرة شهدوا زورا أن هناك 20 مسجد في طهران، علما أنه لا يوجد مسجد واحد لا في طهران لأهل السنة، لا في طهران ولا في شير ولا في إصفهان ولا في همدان ولا في تبريز وإلى ذلك. لماذا في طهران لا يوجد مسجد للسنة؟ ربما لأنهم يصلون في بقية المساجد. لا، حتى صلاتهم في السفارات ممنوعة. أهل السنة كانوا يصلون في مسجد مدرسة باكستانية منذ 40 سنة، حتى في عهد الشاه على فكرة كان ممنوع. يا شيخ أنت منذ 15 سنة تقيم هنا، ما الذي أدراك بهذه معلومة مهمة. حتى في عهد الشاه كان ممنوع. أنا ابن إيران، أنا أهتم الليل ونهاري كله بقضايا السنة في إيران يا شيخ. وأيام الشاه كانوا يمنعوننا خوفا من المراجع. بعد ذلك جاءت الثورة وكتبوا دستور وآتونا بعض الحقوق في الدستور، وعلى أنه هذا وفعلا لو عملوا بهذه المواد كنا مرتاحين يعني. نعم. ولكن بعد ذلك قالوا، ذهب وفد من علماء السنة الأكراد إلى آية الله موسى الأردبيلي. أنتم كتبتوا في رئيس القضاء السابق الإيراني وقتئذ، أنتم أعطيتوا بعض الحقوق لأهل السنة، وحتى خميني أعطى أخي اللي كان زعيم أهل السنة 10,000 متر مربع أرض في طهران لمسجد أهل السنة في بداية الثورة. طيب لماذا ما تعملوا بها الآن؟ قال نحن كنا ضعاف عملنا بالتقية. يخرب بيتكم، تكتبون دستور بالتقية؟ ايش هذا؟ هذا دين؟ هذا مذهب؟ ولذا أنا أسميه الإصابات التي تدير التشيع وتلعب بالتشيع أكثر من غيرها. وهذه الإصابات اليوم لعبت بالشيعة أكثر من غيرها، والشيعة هم مظلومون اليوم في داخل إيران أكثر من السنة. عامة الشيعة الإيرانيين مضحوك عليهم إذن. لماذا؟ لأنهم يسرقون الخمس باسم أهل البيت. هذه الإصابات تسرق الخمس من الشيعة. ولذا أنا في برامجي اللي أديرها بحمد الله تعالى منذ عدة سنوات ومشاهدي البرنامج بالفارسية أكثر من الشيعة، وهم يأتون ويبكون أين كنتم أنتم قبل الثورة وبداية الثورة وإلى الآن؟ لماذا آباؤنا ماتوا على الشرك وأمهاتنا ماتوا على الشرك ونحن انخدعنا بخميني وامثال الخميني؟ ولذا أنا أقول السنة في العالم الله سيؤاخذهم وسيسألهم عن السنة في إيران. على كل حال يا شيخ، يعني أنت مؤسس رابطة أهل السنة في إيران، أنت كنت من أشد المتحمسين للثورة، ما الذي قلبك كل هذه الانقلابات؟ لست من أشد المتحمسين، ولكن كنت من المتحمسين كشاب. كنت ضد النظام الشاه كان عميلا إسرائيليا، وهذه الثورة المخادعة رفعت شعارات باسم محاربة أمريكا وإسرائيل وثورة إسلامية وعدل علوي، وهو الرائج ولا تزال كذلك أبدا. الآن هي أشد على الإسلام من غير الإسلام، بدليل أن هناك 600,000 إيراني تنصر فقط. ملايين من الإيرانيين الشيعة تركوا الدين نهائيا. أنا هنا التقيت بالناس من حرس الثورة كانوا يصلون صلاة الليل، يقول الآن نحن لا نؤمن بالله تعالى. ولذا هذا المذهب كما قال ابن تيمية، هذه الآراء، حتى لا أهين المذهب، حتى لا أهين عامة الشيعة، هذه الآراء التي أقيمت في التشيع خير وسيلة لهدم الإسلام. ولذا نحن لا نجد الشيعة في تاريخها كله هرب دينا غير الإسلام. ليش؟ لأنه مغلف آراء أصابات التي خرجت من بطن الكنيسة وكنائس وغير بيت النار، وتلبست بلباس الإسلام ثم حاربت الإسلام. ولذا اليوم هذا النار خرجت من إيران إلى العراق، ولو لم يوقف هناك ستمتد إلى غيرها. يعني أنت أصبحت حريصا على عامة الشيعة أم حريص على أهل السنة فقط؟ على جميع الشعب الإيراني، عامة الشيعة وعامة السنة وجميع السنة. ولكن أحارب لو كان بدل هذه الثورة دولة سنية بنفس المستوى كنت أحاربها. يعني أنت تحاربها الآن بين ظفرين لأنها استبدادية ديكتاتورية بالضبط، أم لأنها شيعية؟ لا، لو كانت شيعية. لا يعنيك إن كانت شيعية؟ لا يعنيني لو كانت دولة شيعية عادلة. العدل أساس الملك. هاي نحن دول نصرانية وحتى غير نصرانية، هاي دول علمانية تقيم العدل، نحن عايشين في ظلها. إذا نحن يهمنا هذه الدولة تكون لعامة الشعب ولعامة الشيعة ولعامة السنة. لا يعني لا
ولكن كيف يمكن أن تكون هذه الدولة وأمثال هذه أفكار هذه الدولة عادلة وهي تؤمن بولاية الفقيه أو بالإمامة التي هي أكبر استبداد في تاريخ البشر. الإمامة وولاية الفقيه هي تقنين الاستبداد، تقنين الشهنشاهية، تقنين الهتلرية بلباس الدين. على كل حال دعنا في طائفة أهل السنة أو في فئة أهل السنة هناك، يعني ما هي مظاهر عدم العدل تجاهكم؟ يعني جيد. أنتم تقولون بأنها لا تنصفكم. كلام جميل. يعني هل لا تعطيكم نصيبكم من الحكم مثلا، تمنعكم من إقامة أفراحكم وعباداتكم؟ يعني مثل هذه المظاهر. كلام جميل، كلام جميل. مظاهر عدم العدل: أولا عدم مشاركتهم في السلطة، ولا سني واحد من بداية الثورة إلى الآن، لا وزير ولا بواب الوزير، إلا كم مسخ حطوها في المجلس الذي لا قيمة له أصلا كأشكال يعني. ولذا في هذا المنظار نقول حتى نكون عادلين، إسرائيل أعدل منهم. في إسرائيل يوجد وزير عربي، في إيران لا يوجد وزير سني منذ بداية الثورة إلى الآن، لا وزير ولا غير. هذا واحد. يا أخي بلاش وزارة، بلاش وكالة، خلونا نعيش. قتل العلماء، هدم المساجد. أنا عندي فهرس الآن، انظروا، هذا طبعا 1% الذي أقوله. هذا من أكبر علماء السنة في إيران، الشيخ عبد الملك مولازادة. على مهلك حتى يشاهد على الكاميرا يعني. طيب مين هذا؟ هذا الشيخ عبد الملك مولازادة، ابن الشيخ الشهير مولانا عبد العزيز مولازادة. متى قتل؟ اغتيل عام 96. أي نعم. وهذا هدم المساجد. ولكن هذه الجرائم يعني أنت تظهرها لنا للجمهور الذي يتابعنا الآن، هذه مثبتة ضد جهات إيرانية، ربما يكون يا أخي هذا ابن أخي، أنا أعرفه، ابن أخي هذا. وعشرات من الآن لو تعطيني فرصة أعطيك عشرات الصور من خلال هذا ومن خلال هذا. عشرات الصور، عشرات الوثائق، مئات الوثائق. وهذه مثبتة ضد جهات رسمية، يعني هي التي ارتكبت هذه الجريمة مات في أعمال عنف، لأنه أنتم أيضا تقومون بأعمال عنف. لا، هذا عمل عنف تبعنا. سنأتي على جند الله وما قام به. نأتي إليها. هذا هدم المساجد، نحن نهدم المساجد. هذا هدم مسجد أهل السنة في مشهد، هدموا المسجد عام 92 وأنا كنت هناك في وقته لما هدموا هذا المسجد. أي مسجد؟ مسجد شيخ فيد في مدينة مشهد. هدم بأي مبرر؟ بمبرر مسجد وهابي. مسجد وهابي هكذا. الوهابية حكموا في إيران إعدام قانونا. دعنا الآن في الصور. طيب. وهذا الشيخ صبحاني، ناصر صبحاني من الإخوة الأكراد، هذا كلهم قتلوا. هذا الشيخ علامة مفتي زادة، أحمد مفتي زادة، هذا كان مانديلا تبع إيران، ولكن لم يذكر أحد. إعلام العربي مع الأسف نايم. 9 سنوات بقي بالسجن وما خرج من السجن إلا جنازة وحتى تشييد جنازة. متى هذا تم تحديدا؟ هذا أنا كنت هناك في وقته. يعني هذا في بداية الثورة؟ لا، بداية الثورة. وذهبنا مع بعض عند الخميني، وهو قال للخميني: يا خميني، وهو الذي سلم كردستان إلى الثورة الإيرانية. لولا وقوفه مع الثورة المخادعة كردستان انفصل. كان يمكن أن نعم انفصلت، لأن الأحزاب الكردية أصدرت حكم إعدام عليه، وهو سجن في سجن الثورة 9 سنوات. يعني هو أيد وكان متحمسا للثورة جداً. ولكن مع ذلك سجن. ومع ذلك السجن. وأنا كنت معه لما أخي ذهب عند الخميني، أخي كان نائب في مجلس الدستور كتابة الدستور، وبحمد الله ترك المجلس ولا يوجد إلى الآن توقيد سني نائب السني على هذا الدستور المسخ. قال مفتي زادة قال لخميني: يا خميني، أنت وعدتني بدولة إسلامية. أنت كنت حاضر؟ أنا كنت حاضر وسمعت هذا الكلام بنفسك؟ هذا الكلام بنفسي. نعم. أنت وعدتني بدولة إسلامية، والآن في كردستان إيران؟ لا، في إيران كلها. في إيران كلها. نعم. والآن هذا متى؟ لما كان بداية كتابة الدستور الإيراني. نعم. أنت الآن تكرس لدولة شيعية صفوية، لأن خميني قبل لما كان في فرنسا وقال لن يكون هناك أي فرق بين السنة والشيعة، نحن نقيم دولة إسلامية فقط. هل تذكر أي سنة هذا الكلام حتى نكمل يعني؟ 80. أي نعم. بعد سلمك وقت كتابة الدستور. نعم. ووقت كتابة الدستور بهذه الفترة أنا كلها كنت في مجلس كتابة الدستور أيضا، ولكن كرجل مرافق، كشخص عادي، مش كنائب. والآن أنت أتيت. على فكرة خميني لما كان في فرنسا كان يقول الشيء، ولما جاء إلى إيران قال: أنا عملت بالتقية. إن الكذب عند هؤلاء مثل السكرة، يأكلوا كيف أطفال يأكلوا سكرة، هؤلاء
يعني يغيرون أقوالهم مثل ما الناس يغيرون مناديلهم هكذا بكل سهولة. وهذا الرائج. المشكلة هنا يعني بين الشعب رائج. أكمل حتى قال الخميني: يا خميني، أنت وعدتني بدولة إسلامية والآن أتيت بجمهورية شيعية صفوية، وأنا وإن كان عقيدتي لا تسمح برفع السلاح على وجهك، مع الأسف كان يعتقد ذلك، ولكن سأحاربك محاربة سياسية. خميني قال له طبعا بصوت واطي وضعيف كذا: وأنت ستضطر تلجأ إلى الجبال مثل عز الدين الحسيني. عز الدين الحسيني من علماء الأكراد الذي رفع السلاح على وجه هذا النظام، وإلا الآن أظن يعيش في خارج البلد وفي سويسرا وكذا. قال: لا أنا لن أخرج إلى الجبال. وفعلا ما بقي إلى الجبال، وبقي في طهران في حسينية إرشاد. تكلم هنا قال: الكذب عيب، ولكن من الشيبة عيبه أكثر. وبعدين أطلق النار عليه هنا. المهم بقي، بعدين ألقي القبض عليه، بقي بالسجن 9 سنوات، ما خرج إلا جثته، يعني بقي بعد السجن بأشهر وتوفي. وهذا الشيخ عبد العزيز مولا زادة أخي زعيم أهل السنة في إيران، أول مرة سمح له بالعلاج، ثاني مرة ما سمح له بالعلاج خارج البلد وتوفي داخل البلد. هذا الشيخ أحمد ميرين السياد الدكتور الوحيد في علم الحديث في إيران، وتخرج من الجامعة الإسلامية. بمجرد ما ذهب هناك قال: أنت وهابي، أنت مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بدأت عايش أبعد قرية في بلوشستان، كون مدرسة دينية بسيطة. قال: أنت تريد تغزو المدن من داخل من القرية، الآن بدأت بالقرية. وبقي أعطوه حكم 15 سنة، بعد عدة سنوات خرج من السجن، بعدين اغتالوه. وحتى الأطفال والمهم صور كثيرة. على كل حال يعني مظاهر عدم العدل، عدم توظيف السنة، اغتيالهم، تغيير المعادلة السكانية. عشرات الألوف من الشيعة الآن يأتوا بلوشستان وغير بلوشستان ليخلوا المنطقة السنية كلها، لأنهم نادمين لماذا الصفوية ما استطاعت تغير إيران كلها إلى التشيع. ولكن أنا سؤالي دائما أطرحها: يا أخي، لو حلت مشكلة الشيعة بتسنن إيران كان أمر أهون. والآن الشيعة قاموا ضد النظام أكثر من السنة. الآن أعطيك مثال بسيط: هم قبيل الانتخابات خامنئي ذهب إلى وين؟ إلى كردستان. سآتي عفوا اسمح لي، سآتي على ما حصل في الاضطرابات الأخيرة، ولكن قبل ذلك حتى لا تفوتنا أيضا، أنت تتحدث عن عنف الدولة ضد أهل السنة. أي نعم. ولكن أيضا هناك فئة أو فئات ممن يمارسون العنف ضد الدولة. أيضا هناك أيضا بعض الرجال الكبار هنا في أهل السنة قالوا بأنه هذا صراع سياسي، وبالحقيقة ليس استهداف لأهل السنة، بقدر ما أنه هذه الجماعات أيضا ممولة من الخارج تمارس إرهاب واضح ضد الدولة. ونحن نتحدث الآن عن جند الله والتي أعدم منها 13 عنصرا في الأيام الأخيرة. نعم. من هذه الجماعة في البداية؟ جيد. هذه الجماعة جماعة سنية بلوشية اسمها الحركة الشعبية لشعب إيران، والحركة الشعبية الإيرانية، ومختصرة جند الله. بعد تدافع عن حقوق عامة الشعب، ولكن بما أنها واقعة في بلوشستان تدافع بطبيعة الحال عن البلوش. يعني عناصرها كم تقريبا؟ ما أدري كعدد، لا أدري. يعني الأرقام الرسمية تتحدث عن 500 عنصر ربما. هم يقولون أن عندنا 500 عنصر استشهادي فقط، ولكن أنا لا أدري حقيقة. نعم. لأني أنا لست من الجماعة، أنا لا أتبع أي تنظيم وأي جماعة. نعم. نشاطها الميداني في بلوشستان أم في عموم إيران؟ أكثر شيء في بلوشستان وفي شرق إيران أكثر شيء، وليست ممولة من الخارج، بل هذه الدعايات الإيران للنظام الإيراني. لو كان ممولة من الخارج، هاي حزب الله، حزب حسن ناصر عفوا، حزب حسن ناصر في لبنان ممولة من إيران، تظهر نتائجها. حماس ممولة من إيران، تظهر نتائجها. أين النتائج في الواقع؟ هم يعيشون في الجبال ممولين من الخارج. بعدين أي خارج يستطيع. على كل حال هذه العناصر لماذا ترفع السلاح؟ يعني هم من بلوشستان ومن أهل السنة من جماعتك. لأنه يدافعون عن أنفسهم. القطع تدافع عن نفسها من القوانين الأرضية والسماوية، تعطي حق لبشر أن يدافع عن نفسها. هؤلاء يرون أنفسهم أنهم مضطهدون من قبل الدولة، تنتهك أعراضهم، تنتهك دينهم، تهدم مساجدهم. آخر مسجد اللي هدم مدرسة دينية في زابول، مسجد أبو حنيفة هدمت. تقتل العلماء علنا بلباسهم، يشتقونهم بالشارع.
وما صورهم كثير يعني كما قلت، ولكن الوقت لا يسمع. على كل يعني على كل ايش يعملون؟ اما يغيرون مذهبهم ويبقون يسكتون، ومذهب هذا غير مقنع، هذا المذهب غير مقنع، غير مقنع للشيعة، فكيف للسنة؟ ولو كانوا رجالا لا أتوا للمناظرات. طيب اما يعني كيف تقول غير مقنع للشيعة ونحن نرى المساجد مليئة يعني في صلاة الجمعة؟ مساجد مليئة؟ أين مساجد مليئة؟ ما يوجد في تاريخ إيران مساجد فارغة، مساجد الشيعة فارغة بهذا الشكل، لا يوجد. طهران يصلون 15 إلى 17 مليون يصلون في مكان واحد فقط، مكان واحد. هذا في طهران العاصمة. في طهران العاصمة، في جامعة، ليس في مسجد أيضا، في جامعة طهران. يعني هناك عدم إقبال للإيرانيين حتى الشيعة على الصلاة تركوا يا شيخ، تركوا الدين نهائيا بالألوف وبالملايين. أنا أقول لك شو المساجد الآن، مساجد السنة مع كل ضغط ومع كل اضطهاد الآن ممتلئة أكثر من مساجد الشيعة، مساجدهم مدارسهم في مناطقهم طبعا، في مناطقهم. وهذا الذي يخوف الدولة كل شيء بيده وتتراجع. إيران كرتون من الورق من الداخل، وفي الخارج قوي بفضل أمريكا وإسرائيل لإيران، أما في الداخل نمر من الورق. يعني أنتم ما بين 15 مليون إلى 20 مليون. نعم. يعني تضطرون إلى حمل السلاح ولا تقومون بمظاهرات، يعني لا تشاهد مظاهرات لأهل. المشكلة نحن في كل مكان أقلية، لسنا في مكان واحد. منطقة في الشرق، شوي شرق، غرب، عدم تركزكم في مكان هو الذي أضعفهم. وغير ذلك يعني عندنا مناطق السنية الحكومة تتعامل مع الشعب، غير طهران وإصفهان ومناطق الشيعية. عندنا دائما حكم عرفي، وما تقوم به جند الله وأمثال جند الله من بداية الثورة إلى الآن مستمرة، ولكن ليس كحزب أفراد. يعني هي أول عملية إعدام يتعرض لها جند الله أم عمليات سابقة؟ قصة ليست قصة جند الله، قصة بلوش. هناك السجن خاص في زاهدان للبلوش. يعني جند الله شماعة إذا الإعدام هو مجرد شماعة، مثل ما إخوان شماعة في سوريا، مثل ما إرهاب شماعة لأمريكا وهكذا، مجرد شماعة. يعني هو الإرهاب يطال كل أهل السنة، كل أهل السنة الذين لا ينافقون، الذين غير مستعدين لتغيير مذهبهم، ولكن أولا دعاتهم هم إيش قالوا؟ هذا المثال أنا ذكرته هنا في هذه الطاولة قبل سنتين، وأنتم كل سنتين يبدو تجيبوني مرة واحدة بس. قالوا أنتم يا معشر السنة مثالكم كصالة كبيرة فيها بروجيكتورات وفيها لمبيات وفيها شماعات، نحن أول شيء نطفي بروجيكتورات يا علماء الكبار، وفعلا علماء الكبار صفوها ما تركوها. بعدين نطفي اللمبيات قامت الدعاة، وبعدين نشغل المروحات تطفي شموع. ولكن شوف هم شو عملوا، خامنئي ولا كردستان ولا بلوشستان ذهبوا الى المدينه، سووا فتن في مقبره البقيع. الله ولا لهم في طهران، الان طهران مقسمه قسمين شمال وجنوب. اي نعم. يعني ايضا ربما من المفيد ان نعرف ايضا، هل جند الله هي الجماعه السنيه الوحيده التي ترفع السلاح؟ هناك اخرون يعارضون، ولكن من حيث رفع السلاح هذه الجماعة الوحيدة على الأقل دينية. هذا الذي أعرفه كجماعة السنية دينية. نعم. في أحزاب سنية كثيرة، ولكن الألمانية في كردستان وفي غير كردستان. أما هذه جماعات وحيدة وفي معالم ولها شعبية كبيرة في بلوشستان. يعني هناك تتحدثون كثيرا أيضا عن مستوى المعيشة في بلوشستان، بأنه الإقليم الأضعف رغم أنه إيران حققت تقدم وكذا. يعني أي نعم. نعم السؤال والله. ولكن أيوة تفضلوا. كيف تؤكد ذلك يعني وأنت تعيش هنا منذ 15 سنة؟ يعني خلال ال10 سنوات الأخيرة نعم. إيران حققت تقدم هائل في كل المستويات. إيران حققت تقدم هائل في الفقر، في الفحشاء، في استيراد الإرهاب في العالم. نعم في هذا ولكن باقي كله كرتون من الورق. أما في داخل الشعب وفي داخل البلد حتى الدولة تعترف أن بلوشستان أفقر منطقة إيرانية في داخل إيران. هذا لا جدال عليه، هذا معترف به رسميا. معترف به. أي نعم. ومن يذهب إلى بلوشستان وإلى مناطق السنية حتى في بعض المراجع التي عدت إليها تقول ذلك. نعم. ولكن إيران لا تبدو اقتصاديا بأنها توزع حسب الشيعي أنت خذ نصيبك كاملا، سني لا. أبدا، هو هذا بالضبط. ولذا الآن هذا يمارس على هذا يمارس على المستوى الواقع أسوأ من إسرائيل حتى. كيف؟ أعطيني شواهد مثلا. الشواهد الآن مثلا في بلوشستان فئة بسيطة 5% من يسموهم زابليين، هم شيعة، هم مسلطين على بلوشستان كلها، ومناطقهم تعمر، رفسنجان تعمر، مناطق السنية
يعني يعمل فيه الفخر قصدا وعمدا، ترويج المخدرات عمدا. وأيضا الآن جندولها ليش قامت؟ لما رأوا أن هذه الفئة القليلة مسلطة على أعراض الناس ولا أموال الناس، قاموا ضدهم. وأنا أقول للمرة المئة ليس لنا مشكلة مع الشيعة ومع عامة الشيعة. نحن كنا نعيش بعهد الشاه مع الشيعة تقريبا 30 سنة 50 سنة هو وأبوه، لم يحدث هناك خلاف سني شيعي مرة واحدة. ليش؟ لأن الرجل كان علماني، لم يكن ينظر من منظر ولاة الفقيه، لم يفرق بين السنة والشيعة، وإن كان يفرق بين الفرس وغير الفرس. هذه كان مشكلة. ولا قبر أبو لولو المجوسي كان بآدي، الآن أصبح مزار أكبر منه، الآن أصبح أبو لولو المجوسي مؤمن. لماذا؟ ولكن الآن الشيعة قاموا ضد أبو لولو المجوسي وضد خميني. على كل حال الانتخابات الأخيرة لم تكن مجرد انتخابات كما يرى كثيرون، بل كانت امتحانا صعبا للثورة من الجيل الذي ولد في ظلها. أحسنت. ماذا كان تأثير هذه الأحداث على أهل السنة؟ نحن دائما نحاول التركيز على أهل السنة على اعتبار أن جزاك الله خير. أولا هذه الأعمال نحن كنا نعرفها من الداخل منذ القديم، ولكن ما حد كان يصدقنا. انفجرت الآن، وانفجرت في عهد خاتمي، وإلا منذ عهد بني صدر، بعد عهد بني صدر لا يوجد انتخابات حرة، لأنهم لا يعتقدون بالانتخابات أصلا. خميني قال، وأنا كنت جالس في نفس الجلسة، قال عندنا الإمام الفكر السياسي، الإمام يقول والمقلد يقلد، لا يوجد عندنا مجلس الشورى ولا شورى، وهذا صحيح. يعني كل هذا تمثيل في تمثيل، كل تمثيل ولعبة، ولذا لا قيمة له، ولذا لا قيمة له. الآن المجلس، مجلس الشورى يقرر شيء، طيب خامنئي بكلمة يشيله. بني صدر انتخب من قبل 70% من الشعب، خميني بكلمة زاله. هذا واحد. وبالنسبة أوضاع السنة في هذه الانتخابات، السنة كغير من الشعوب الإيرانية لا يريدون حكم الاستبدادي، حكم ولاية الفقيه، وشاركوا في الانتخابات. وأن كان أنا رأيي شخصي عدم المشاركة، ولا أجيز مشاركة في هذه الانتخابات. يعني إلى من تميلون؟ إلى نجاد أم إلى موسوي الذي يقول بأنه فاز؟ سياسة إيران من بداية الثورة إلى الآن تخيير الناس بين السيء والأسوأ. أي عندنا مثل بالفارسية يقول امسكه بالموت حتى يرضى بالحمى. امسك الشعب، مسك إيران، مسكوا الشعب بالموت. وأنا أعطي مثال آخر. هذه الثورة داخل قوسين، كان واحد لص كان يسرق ينبش الكفن. قال لابنه اعمل شيء حتى الناس يترحموا علي. قال تكرم عينك. بعد ما مات هذا كان يسرق الكفن ويحط خشبة بداخل بطنه. الناس يجوا يشوفوا امواتهم، الله يرحم ابوه، هو كان يسرق الكفن فقط. هذا الذي فعله خميني وعصابات التي تدعي تشيب الشعب الايراني عموما وبالسنه خصوصا. والشعب الايراني عموما والسنه معهم وقفوا مع شعارات موسوي، لأن موسوي أهون شرا في شعاراته من أحمد النجاد الذي يكفر السنة علنا ويمارس الإرهاب علنا. وليس لأن موسوي جيد، ولكن أهل السنة يبدو أنهم لم يشاركوا في هذه الاضطرابات الأخيرة. لا، في الاضطرابات الأخيرة ليس في ناطق. لماذا؟ لا، لأنه منطقهم شبه حكم عسكري، ليسوا يتحركوا أصلا. ولكن طهران لا، طهران قلب إيران النابض، طهران لو تحركت إيران تتحرك. هذا هو الفرق. والثورة السابقة بدأت من طهران. يعني من وجهة نظرك كأحد أفراد أهل السنة الذين عاشوا أو يعيشون الآن في إيران، هذا الصراع الذي جرى ويجري الآن في داخل إيران هو بين أجنحة الثورة، بين الثورة وأنصارها وحفنة من المأجورين كما تسميهم إيران، أم هو بين الشعب الإيراني بأكمله ونخبة حاكمة؟ إذا أصبح خاتمي مأجور والرفسنجاني مأجور، الذي الآن نتكلم معك هو يلقي خطبة جمعة الآن، وفيما أظن خطبة جمعة يكون نارية شوي. نعم، هو طبعا امتنع عن الجمعة السابقة 4 جمعة، ولذا الجمعة عندهم عبادية سياسية ليست عبادية. هذه انفراج عودته إلى صلاة الجمعة. نعم. لا، الشاهد أن انظروا كيف يلعبوا بالدين. صلاة الجمعة ليست واجب عندهم إلى الآن. ليش؟ لأن هذا أبو صالح تبع صرداب ما ظهر، هنا المشكلة هدم الدين باسم الدين.
إذا كان الرفسنجاني وخاتمي وموسوي وكل هؤلاء الإصلاحيين ماجورين، إذن في إيران لم يبقى حدا، لم يبقى حدا، وأمة الشعب وقفوا معهم. وهذا إهانة للشعب الإيراني وإهانة، ولكن هذه ثورة مثل النار تأكل نفسها إذا لم تجد من تأكلها. أنتم أهل السنة ماذا تريدون بالضبط؟ نحن تنتقدون وليس لكم هدف واضح. لا، هدفنا واضح، نحن نريد حكم عادل في ضمن إيران. لا نريد تجزئة، لا نريد تفرقة، نريد الشيعة كيف يعيشون في بلدان عربية، كيف يعيشون في المملكة العربية السعودية، في الكويت، في الإمارات، نحن نريد نعيش مثلهم. لا نريد الحكم يا أخي، بلاش الحكم، لا يخلونا نعيش دون خوف، نعيش دون قتل، دون إرهاب. قولوا كلمة حسنة على الأقل من فضائل هذا النظام. من فضائل هذا النظام أصدر الإرهاب، أصدر الفقر داخل البلد، وجعل الناس ضد الإسلام، وجعل الشيعة قبل السنة، طبعا الشيعة عموما عفوا يخرجون من الدين بالألوف. ومهندس بازرقان الله يرحمه كان يقول نحن كنا نظن بعد الثورة الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ومتى بعد السنتين من الثورة والآن يخرجون من الدين أفواجا. وهذه هي الفكرة الشيعية. سيد أبو المنتصر، يعني بإمكانك أبو منتصر، لست عبد المنتصر، أبو منتصر أبو منتصر، عبد الرحيم، يعني بإمكانك أن تقول ما تشاء ربما على السياسة الداخلية فيما يتعلق بالسنة وغيرهم. نعم. ولكن السياسة الخارجية لهذا النظام ممدوحة حتى عربيا، يعني أي نعم. موقفه من القضية الفلسطينية، موقفه من المقاومة. نعم. تتاجر في الوقت الذي يحاصر فيه العرب السنة مع الأسف غزة. إيران تحاول تهريب السلاح كما تقول صحف إسرائيلية إلى غزة. أنا عندي مثال منذ عدة سنوات، أنا أقول من ذكاء إسرائيل، قادة إسرائيل، أنهم يختارون أعدائهم بيدهم ثم يكبرونهم. وإيران تتاجر الآن بالقضية الفلسطينية مثل ما تاجر بعض الزعماء الثوريين العرب من قبل. ولكن أقول شهادة لله، لو إيران سيطرت على فلسطين، الناس الفلسطينيون سوف يترحمون على شارون المجرم كما الشعب الإيراني يترحم على الشاه المجرم. يعني هذه لو نعم ما تفتح باب الشيطان، هذا ليس منهج الواقع. على كل حال هذا نتيجة دراسة الواقع. قارن إيران بالعراق، من الذي يفعل ما يفعله بالعراق؟ ألا يكفينا هذه التجربة المرة في العراق؟ هل لولا مساعدة أمريكا وإسرائيل إيران وصلت إلى العراق، إيران وصلت إلى أفغانستان، أمريكا أزالت دولتين عدوتين لإيران حتى تعيد قصة الروم والفرس القديم من جديد. دعنا في الداخل الإيراني، على من تعولون أنتم أهل السنة لحل مشاكلكم؟ لا نؤول على حدا، لا في الداخل ولا في الخارج. ما الأسف تعولون على جند الله إذن؟ لا، جند الله واحد منا، ولكن نؤول على شعبنا. نحن لو استطعنا أن نخاطب الشعب الإيراني سنة وشيعة باللغة الفارسية في قناة مستقلة بإذن الله تعالى سنغير بإذن الله تعالى ما أفسده الصفويون خلال 500 سنة، خلال 5 سنوات بإذن الله تعالى. وهنا مسؤولية لتجار السنة وعلماء السنة وقادة السنة. مع الأسف نائمون، مع الأسف نائمون، مع الأسف السنة نائمون. سيد أبو منتصر، يعني أنت منذ سنوات عديدة، منذ ما يقارب من عقدين من الزمن، أنت هنا وترفع صور وتجوب من مكان إلى مكان ضد هذا النظام الإيراني وتصفه بالشيطان الأكبر. يعني متى ستعود بالشيطان المخادع، بإبليس المخادع. متى ستعود إلى بلدك؟ لما يقيم هناك الحكم العدل. نحن نبحث عن العدل للسنة وللشيعة وللبشر جميعا. إذا أقيم هناك حكم عدل في ظل الإسلام وحتى في غير ظل الإسلام سنعود إلى هناك. ولكن ما زال الحكم هو هذا الحكم، سنحاربه، سنحارب أفكاره، سنحارب ترهاته، سنحارب بدعه، شركه، كيف تحارب أفكاره؟ هو نظام إسلامي، يعني أنت تحارب الإسلام. من قال هذا النظام الإسلامي لا يعرف الإسلام ولا يعرف النظام الإسلامي. من قال هذا النظام الشركي، هذا النظام البدئي هو الإسلام، هو لا يعرف الإسلام ولا يعرف التشيع. التشيع عبارة عن عبادة الرجل حي أو ميت. يعني التشيع بعهد الأخير بعد الصفوية. يعني أنا مضطر أن أسألك سؤال. يعني علي خامنئي كافر من وجهة نظرك أنت؟ لا أقول كافر كشخص، لا أقول كافر، أنا لا أميل إلى تكفير الناس، ولكن حكمه أسوأ من الكفار. مثل ما أعطيتك مثال النباش القبر، حكمه أسوأ ب1000 مرة من حكم الكفار.
يعني بدليل قارن حكم أوروبا وحكم الجمهورية الإسلامية، ما يسموه بجمهورية إسلامية. وهذا طبعا ليس لدى السنة فقط، لدى الشيعة حتى لدى الشيعة. يعني الآن وزراء إيران يعيشون في المنفى هنا في لندن، وزراء. هذا حكم، هذا إرهاب، حكم إرهاب. ما دخل الحكم الإسلامي بهذا؟ يا أخي أنت تحدثت قبل قليل بأن الدستور الإيراني ينص على معاملة الناس سواسية. أي نعم. يعني دستور حبر على ورق. أنا أخذ مثلا القضاء أي نعم. القضاء أي نعم. لا يقضي بأمر الله؟ لا، يمر بأمر خميني، ليس بأمر الله، كالفاطميين الأخباث. لا يقضي بأمر الله، لا بالكتاب ولا بالسنة. أعطيني شواهد، يعني عندما تعرض فرد من أهل السنة أو من الشيعة بكتاب تحرير الوسيلة للخميني، كتاب توضيح المسائل تبع خميني. أنا ذهبت بالمحاكم بإيران، كل واحد عنده كتاب، هذا الكتاب موجود يحكم بهذا الكتاب. حتى الدستور القانون المدني الإيراني كتبوه على أقوال الخميني. لماذا أنا أقول التشيع عبادة الرجل حي أو ميت الآن؟ ولذا أنا أعتبر المرجعية أكبر خطأة تاريخية. المرجعية وما وجدت المرجعية، مصطلح المرجعية إلى بعد ما استعمر الإنجليز جنوب العراق، يعني بداية القرن العشرين. يعني قبل القرن العشرين لا تجد اسم المرجعية في كتب الشيعة. يعني مثلا في مناهجكم الدراسية هل تفرض عليكم هذه الأشياء لتعلمها؟ طبعا لا يوجد. في المناهج الدراسية السنية يا شيخ لا يوجد منهج دراسي سني، كله سحق. أين منهج دراسي سني؟ أين أنت؟ يعني لا تعلمون في بعض المدارس على الأقل ممنوع أي شيء إلا سب السنة، سب الصحابة، تكفير الصحابة، مدارس حكومية كلها. أما في بعض المدارس الدينية الذي يتكلم بشيء بسيط يشرحونه يقتلونه بكل سهولة. يعني الأطفال الصغار يعلمون كيف يسب الصحابة؟ طبعا في داخل المدارس الإيرانية. كيف؟ أعطيني صورة. هاي صورة، هاي وصية خميني. هاي وصية خميني، يقول عليكم بالسب آل سعود إلى يوم القيامة، وهذا في وصيته. دعني من آل سعود الآن نتحدث عن لا، أنا أي حكم أقرب إلى الإسلام بالنسبة لهم أسوأ. ضياء الحق ليش كانوا يسمونه ضياء الباطل؟ أما المرأة الشيعية بوتو كانوا يثنون عليها، حافظ أسد كانوا يثنون عليه. ليش؟ لأنه حزب سياسي، حزب الطائفي سياسي. عرفت كيف؟ ليس قضية آل سعود ولا صباها وغيرهم. طب لماذا أي حكم إسلامي يكرهونه؟ الوقت لأنه لحقنا، أنا مضطر يعني أسرع قليلا. ولذا أنا أجعل المسؤولية للإعلام العربي بعد قرابة 30 سنة إلى الآن ما درس الوضع السني. لو أولج وفهم الوضع السني في إيران لما حدث ما حدث في العراق ولا حدث ما حدث في أفغانستان. يعني لماذا هذا الحقد والكراهية؟ ليس الحقد، إنما حب العدل. دعني، لا أنا لا أتحدث عنك، دعني أكمل السؤال. لماذا هذا الحقد والكراهية كما يقول البعض للوهابية وللسعودية؟ يعني البعض يرى بأن السعودية هي الوهابية نفسها. سؤال جميل. هل لأن الوهابية عرفت بأنه تنظيم القاعدة تنظيم وهابي كما يسمى في العراق وإيران، أم ما السبب يعني؟ سؤال جميل. هذا شرحه هنا في كتاب الخطة السرية، أوصي كل المستمعين لقراءته. الخطة الخمسينية السرية. وأنا ناشر هذا الكتاب قبل 11 سنة، وهم يجعلون وهابية. ما قصة هذا الكتاب أولا؟ هذا قصة الكتاب تظهر بروتوكولات إيران في المنطقة خلال 50 سنة، خلال 50 سنة القادمة. والآن هم وصلوا بفضل أمريكا وإسرائيل لهم، وصلوا أكثر مما أرادوا. وهذا يحتاج إلى حلقات. أعطيني بعض بنود هذا البروتوكول حتى نعود للوهابية. إيجاد الحرب بين السنة والشيعة، تقسيم المسلمين السنة وهابية وسنة، تغيير المعادلة السكانية في الدول العربية. قالوا نحن جربنا الحرب مع صدام حسين، إسقاط 1000 صديق أهون لنا من إسقاط عدو واحد. يجب نغير الدول العربية، نصر الثورة الإيرانية، نغير السنة إلى الشيعة، الإسلام الصحيح، إسلام آل البيت، إسلام آل البيت ابن سبع طبعا. وهذه خلاصة. يعني بعد 50 سنة، أي خلاصته بعد 50 سنة كيف ترى إيران العالم الإسلامي وفق هذا الكتاب؟ هم يريدون تشييع، متعصبين جهلة، عرفت كيف؟ تشييع عالم إسلامي، يظنون لو شيع العالم، ولذا هم يقولون نحن لو سيطرنا على الحرمين إلى مكة والمدينة سنحكم العالم الإسلامي. هكذا يقولون. يا أخي من يؤكد هذا الكلام؟ أنا لم أسمعه. هذا كلام العراقي، نائب خميني هنا، كان نائب خامنئي هنا. وبعدين هذا الكلام الراهج في الثقافة الإيرانية. طب الكتاب هذا يعني من يصدق هذا الكتاب؟ أنت ألفته وأنت من أشد المعارضين للنظام. لا يا شيخ، مش أنا ألفته، أنا كشفته. أنت كشفت سر يعني؟ جاني من إيران، هذه خطتهم هم. ولكن هذا لم ينشر من مؤسسة رسمية. هل بروتوكولات صهيون نشر من مؤسسة رسمية؟ يعني ومن يؤكد لي أنه هذه النصوص دقيقة؟
اقرأ هذا الكتاب. هذا أصل الكتاب 10 صفحات أصل الكتاب، الباقي كله شرح يعني، وطبع عدة طبعات. نعود إلى الوهابية. هو الذي يثبت. لماذا هذا الكره للوهابية؟ أحسنت، ركز على هذا السؤال لو سمحت. لأنهم يريد الوهابية، ما يسمونه بالوهابية السلفية، أقرب المذاهب الإسلامية إلى السنة، أكثرهم تمسكا بالسنة، أكثرهم تمسكا بالحديث. أي نعم، تمسكا بالحديث. يعني مثلا بقية المذاهب الأربعة كلهم لهم أصولهم، كلهم على منطق الشيعة، كلهم وهابيين، ولكن السلفيون أشدهم ربما هذه الدولة السعودية هي الدولة الوحيدة التي تحكم باسم الإسلام لنقل يعني. نعم، تحكم بالإسلام، نعم. ولكن الشاهد ليس هنا. الشاهد هم يريدون يحيدوا يخادعوا ويضللوا عامة السنة بحربهم ما يسمونه بالوهابية. وعلى فكرة أول من اصطلح مصطلح الوهابية الإنجليز لما أرادوا إيقاع بين جنود محمد علي باشا وبين جنود التوحيد في الجزيرة العربية، وقالوا هذول وهابية لقطه الشيعة بعد ذلك. طيب، ولا هم حنابلة السنة ليش وهابية؟ وإمام هذين الوهاب لم يكن لهم مذهب إلا مذهب أهل السنة والجماعة. ولكن هم حتى يحيدوا عامة الشعب السني يقول نحن نحارب مذهب معين، حزب معين. طيب، بهذا الشكل خدعوا السنة وخدعوا الشيعة. خدعوا السنة حيدوهم، خدعوا الشيعة أيضا قالوا نحن نريد وحدة إسلامية. ولكن السنة في منطقهم في منطقة الشيعة، قادة الشيعة السنة هم أشد الناس خرافة بين السنة. يعني هم الوهابية. نعم. يعني الشيطان الرجيم بالنسبة لهم ليس فقط لأنه تنظيم القاعدة يعرف لدى البعض لأنه تنظيم وهابي، ولكن لأنه الوهابية تذكرهم بدولة السعودية. تنظيم القاعدة الآن وجد، هم رفعوا اللواء ضد الوهابية من بداية الثورة الإيرانية إلى الآن. ولكن الدولة السعودية لأنه حامي الحرمين، خادم الحرمين، ولذا هم يريدون إسقاطها حتى يشتتوا العالم الإسلامي. بقايا الإسلام بقية الآن في السعودية. الآن المكان الوحيد اللي السنة رأسهم مرفوع تقريبا السعودية. يعني على سبيل المثال أنت بالسعودية لو تكلمت ضد الشرك، ضد خرافة عبادة القبور، ما أحد يأخذك ولا الدولة نفسها تشجع. أما بقية الدول صعب جدا. يعني أنت السعودية دولة إسلامية مثالية بالنسبة لك؟ لا، مثالية مثل الخلفاء الراشدين، فيها عيوب كثيرة، ولكن أقرب الدول إلى الإسلام، أقرب الدول إلى الإسلام. بدليل أن لا يوجد قبر يعبد، لا يوجد قبر يعبد في السعودية. الوهابي الذي يمسك في إيران ما هو الحكم عليه؟ حكم عليه إعدام. الوهابي من في إيران؟ اللي لحيته طويلة، اللي يعمل يستاك، وقدموا تقرير لأمريكا على فكرة، اللي لحيته طويلة، اللي ثوبه قصير، اللي يستاك، اللي كذا، اللي يرفع يديه، ما إلى ذلك. وقدموا موجود هذا في الدستور يعني يعدم مباشرة؟ لا ليس هذه الأشياء لا يكتب بالدستور. هم ليسوا أغبياء، هم يعني موجود في بعض القوانين أقصد وليس الدستور. لا، في عمل، في الواقع العملي موجود. أحد الإخوة برهان أخذوه نتفوا لحيته وقال أنت وهابي. نتفوا لحيته في إيران في السجن. يعني أي واحد يتمسك بالسنة عندهم وهابي، سواء كان حنفي. هذا طالبان مش أحناف، طالبان أحناف إلى العظم، ودرسوا مدرسة ديوبندية حنفي، عندهم وهابية. عرفت كيف؟ لذا هم كل السنة المتمسكون بالسنة يعتبرونه وهابية. ولكن السلفية لأنهم أقرب الناس إلى السنة، وبعدين لأنه يحكمون الحرمين، لو لا سمح الله لو سووا يسقطوهم لا خلاص انتهى الموضوع. هم يعرفوا العالم الإسلامي الآن على محب الريح، وأمريكا بصدد تسليط الشيعة. ليش؟ لأن التشيع عقيدة وسياسة زراعة أجنبية في جسم الأمة الإسلامية. ولذا قديما قالوا نبتة يهودية، مع احترام جميع المذاهب والأديان والمذاهب، نبتة يهودية في أرض مجوسية. واليوم ما يسمى بالتشيع، هذه الآراء ليست آراء آل البيت. أتحداهم أن يثبتوا أن الإمام من آل البيت، أن الوصايا من آل البيت، أن ولاية الفقيه من آل البيت. يأتوا إلى تلفزيوناتهم إذا لم يأتوا بتلفزيونات سنية. أنا أتحداهم بإذن الله تعالى. هذه الآراء ليس لها الدخل بالتشيع وآل البيت. هم أقحموها وخدعوا الشيعة وفرغوا جيوبهم. ولذا لو أخذت المتعة والخمس من التشيع لا يبقى من التشيع شيئا. إيران الآن، وهذا هو سؤالي الأخير طبعا لأن الوقت شارف على الانتهاء، إيران الثورة الإسلامية، الثورة الشيعية على كل سميها كما تريد. نعم. حصل فيها اضطرابات مؤخرا. نعم. إسرائيل وأمريكا فيما يبدو تحضر لضربة ضد هذه الدولة. الغرب يعاديها. لن يضربوا أي عاقل لا يضرب عينها. دعني أكمل. إيران أين أمريكا؟ ولكن أين؟ أعطيك مثال. دعني أكمل دقيقة لو تكرم. مهم جدا. طلبوا من الشاه إقامة حرب مع العراق.
شاه مرضي ولذا أسقطوها، جابوا بخميني المتوتر وأحرق العالم. على كل حال استقالة أيضا غلام رضا غزادة رئيس وكالة الطاقة الذرية، خلاف داخل بيت الثورة، رفسنجاني امتنع في الأسابيع الأخيرة ما ذكرنا على خطبته اليوم نارية أيضا. إيران الثورة إلى أين؟ إيران الثورة إلى الجحيم، إيران الثورة إلى السقوط، إيران الثورة إلى القبر الخميني. ولكن سوف الشعب الإيراني سنة وشيعة كما وقفوا ضد هذا النظام سيتجاوزون هذا النظام، إصلاحيين وغير إصلاحيين، وإن شاء الله سيقيمون حكما عدلا. يعني كم تعطيها فترة من الزمن؟ لا أنا لست متنبي، لست متنبي. إذا أقمت لي قناة فارسية باللغة الفارسية سأقول لك نتائج خلال سنوات بسيطة، وبدليل أن في برنامج المتواضع يأتون الشيعة ويبكون ويتباكون ويبكون، رجالا نساء من قم من مشهد من طهران. لماذا يا سنة ما يقصدون؟ ولذا يا عالم السني، يا تجار، يا علماء، يا حكام، يا دول، أنتم ستسألون أمام الله يوم القيامة عن تقصيركم لحمل الدعوة الإسلامية السنية. يعني أنت تقول أيضا في بعض تصريحاتك بأن المسلمين والدول العربية لم تتعامل بشكل جيد بعد الثورة فيما يتعلق بحماية أهل السنة. لم تتعامل بشكل جيد ولا بشكل سيء؟ لم تتعامل. أنا أسألك الآن، وهذا هو طبعا نختم به، مستقبل أهل السنة في ظل هذا المستقبل البائس للثورة الإسلامية كما تراه أنت. ما هو مستقبل أهل السنة؟ مستقبلهم لو بقي الوضع هكذا مستقبلهم مثل العراق. كما قلت من قبل، النار خرجت من بيت النار، إذا ما تطفى ستحرق المنطقة كلها، سواء في إيران وخارج إيران. وقلت من قبل، إسرائيل أذكى مما نتصور وتصنع أعداءها بيدها. إيران عين إسرائيل وعين أمريكا، هم الذين يكبرونها كما كبروا أتاتورك من قبل وكما كبروا بعض المستبدين في المنطقة من قبل، ولكن مع الأسف شوب نائمة. يعني لو ضربت إسرائيل إيران لن تقفوا مع إيران للدفاع؟ لا، لن نقف مع ضرب شعبنا كما لم نقف مع ضرب العراق. ولكن بليلة إسقاط العراق قلت أن الشعب العراقي سوف يترحم على صدام، وسوف يبحث عن تراب رجل صدام، ولم يمر شهر إلا وحدث ما قلت. ولن نقف مع ضرب وطننا ولا ضرب أي بلد إسلامي. نحن مسلمين لا نرضى بأي تعاون مع أي عدو غازي، وإيران لأنها واقفة مع العدو الغازي ولكن بشكل خبيث، بشكل باطني، بشكل رافضي. وهذه الشعارات الجعجعة، نرى جعجعة ولا نرى طحينا. عبد الرحيم ملا زاد البلوشي، مؤسس رابطة أهل السنة في إيران، أشكرك جزيل الشكر على هذا الحضور. وأنا أشكرك شكرا جزيلا لك. حياكم كما أشكركم مشاهدينا الأكارم. بوضوح إذا أجرينا هذا الحوار ونأمل أن يجمعنا دائما الوضوح والصدق. في أمان الله.